من اكتر الاسئلة اللي بتتبعت لي دلوقتي على الواتساب: يا دكتور، احنا عايزين نعرف هنخش ايه بعد الثانوية العامة. يا دكتور، انا لا لحقت طب ولا لحقت صيدلة ولا لحقت اسنان ولا لحقت علاج طبيعي ولا لحقت بيطري. ادخل ايه وانا كنت داخل علم علوم علشان اصلا انا بحب البيولوجي، وكان نفسي ان انا اكمل في قسم البيولوجي او في دراسة البيولوجي بصورة عامة، ومش عارف اعمل ايه ومش عارفة اعمل ايه، وما قداميش اي فرص ومش عارفة حد ينصحني، والكلام كتير وكله متلخبط ومتناقض. وكنا عرفنا قبل كده من حضرتك ان انت كنت خريج كلية العلوم. هي كلية العلوم دي حلوة ولا اي كلام؟ طب يا دكتور، هي لو كلية العلوم دي حلوة، يا ترى فعلا بتشتغلوا ولا ما بتشتغلوش؟ ويا ترى هل الكلية ديت فعلا حلوة في الدراسة ولا صعبة زي ما احنا عرفنا؟ وبعدين يا مستر، انا عايز اسألك سؤال: اخش بايوتكنولوجي وفي قسم كده اسمه بايوكيمستري، حضرتك بقى كنت قايل ان انت كنت خريج البايوكيمستري دوت، اخش فين واعمل ايه؟ ويا ترى الاجابات دي هلاقيها في الفيديو دوت ولا محتاج ان انا اروح اقرأ؟ على احكي لك التجربة اللي انا عديت بيها، وهنتكلم كده مع بعض في شوية نقط. اول حاجة تعال نتعرف على القسمين: قسم البايوتكنولوجي وقسم البايوكيمستري، لان انا محضر الاتنين دول في صورة كومباريزون كده. هكلمك باستفاضة شديدة جدا ايه الفرق ما بين قسم البايوكيمستري وقسم البايوتكنولوجي، وهقول لك في مصر الاتنين دول موجودين فين بالظبط. تعالى يا سيدي اقول. اولا، البايوكيمستري من معناها كده ان هي الكيمياء الحيوية، يعني انت بتدرس الكيمياء بتاعة الخلية، وايا كان انواع الخلية، اذا كانت هي بروكاريوتس او اذا كانت هل هي ايوكاريوتس، فانت مش فارقة معاك نوع الخلية، ولكن انت بتدرس what does او what do inside this cell، إيه اللي بيحصل جوه الخلية دي. يا ترى الخلية دي شغالة بماشينري عاملة ازاي؟ يا ترى الخلية دي قادرة ان هي تعمل حاجات كتير، وقادرة ان هي تستقبل موليكولز كتيرة؟ وهل هم بياكلوا وبيشربوا زينا؟ وهل الخلايا دي بتتنفس زينا بالظبط؟ طب هل يا ترى الخلايا ديت باختلاف انواعها بتتعامل ازاي مع المرض؟ وهل هي بتتصاب بامراض ولا هي بتصيب بامراض؟ في فرق ما بين هي بتتصاب ولا بتصيب. كل الاجابات في الكلام ده اللي يرد عليها هو اللي درس البايوكيمستري، وده اكبر قسم انا اخترته كمكانة، لان قسم البايوكيمستري هو الوحيد اللي قدر يجاوبني على كم اسئلة كانت عندي وما كنتش عارف اجابتها، وما لقيتش الاجابة غير في قسم البايوكيمستري ده. فطبعا هو البايوكيمستري دراستها كبيرة جدا، واكيد اكيد مش هعرف ان انا اخلص دراسة البايوكيمستري اللي انا عديتها في 3 سنين في فيديو مدته نص ساعة ولا ساعة ولا 2 ولا 3. انا ممكن ابقى انزل سلسلة حلقات علشان اقدر اجاوب على طبيعة الدراسة في البايوكيمستري، ولكن خلينا نلمها كده تاني بسرعة. انت بتدرس كيمياء الكائن الحي من اول ما بيتنفس لحد لما الاكل يخش ويتكسر ويتهضم بكل انواعه، وازاي الخلية اصلا دي شغالة. يعني الخلية بتاعت الكائن الحي ده ايا كان نوعه ايه هو، ايا كان نوعه حرفيا، شغالة ازاي. وبالنسبة للوراثة بتاعتها بتتوارث ازاي، امراضها ايه هي. فانت هتلاقي القسم بتاع البايوكيمستري انت سبيسيفايد في حتة ال الخلية وما داخل الخلية وازاي الخلية بتشتغل. في مادة بايوكيمستري طب بيدرسوها وبيتخنقوا منها جدا، فانت تخيل بقى لما تكون انت بتدرس 3 سنين من عمرك بايوكيمستري،
في مادة بايوكيمستري بتوع صيدلة، بتوع أسنان، بتوع علاج طبيعي بيدرسوها. هي بتبقى كورس واحد كده عندهم، وما بالك بقى الكورس ده هما بيصوتوا منه، لأن هي من أصعب الدراسات اللي موجودة، أصعب من هندسة كمان. يعني العالم كله أجمع إن من ضمن أصعب الدراسات هي دراسة البايوكيمستري على العالم. مش فاكر كان ترتيبها في أول 10، مش فاكر بقى التالت أو السابع، حاجة زي كده. تقدر أنت تخش تشوف حاجة زي كده. فطبعا هي البايوكيمستري صعبة جدا، صعبة جدا. فانت خليك عارف ان انت داخل تدرس في البايوكيمستري علم تقيل جدا، علم غزير مليان معلومات دسمة جدا. بتتكلم عن البيولوجيكال ماكرو موليكولز اللي بتبقى موجودة، الكربوهيدرات والليبيدز والبروتين والنيوكليك اسيدز بانواعهم، الدي ان ايه والار ان ايه. احكي لك كده بسرعة كل مادة بنعمل فيها ايه. الكربوهيدرات احنا كنا ندرس سكريات بكل انواعها. ايه الفرق ما بين الجلوكوز والفركتوز والريبوز والريبولوز ومش عارفة السكرالوز. طب ايه الفرق ما بين المادة دي والمادة دي؟ طب ازاي بنكشف عنها؟ الكونتنت بتاعها في كل وجبة، ده بنستفاد بيه ازاي كأمراض، مثلا الانسولين على سبيل المثال والأمراض بتاعته الدايبيتس. مثلا بالنسبة للناس اللي عندها مشكلة صحية في بعض انواع السكريات زي اللاكتوز انتوليرنس. يعني بتلاقي نفسك انت بتاخد امراض كتيرة جدا في المادة دي. البروتين هي ما كانتش مادة، لان انا كنت باخدها مع بروفيسور من ضمن البروفيسورز التقال جدا في العالم كله، هو الدكتور احمد عثمان. والدكتور احمد عثمان حد تقيل جدا في مجال البروتينز، وكان بيدرس لنا البروتينز كستراكشر من اول انواع الامينو اسيدز والكيمستري بتاعتها. انا فاكر كلامه لحد دلوقتي كمان، وطبيعة الكيمستري بتاعت كل نوع من انواع الامينو اسيدز، وازاي اكتشفوا الامينو اسيدز، وازاي قدروا ان هم يعرفوا الامينو اسيدز دي ايه وشغلتها ايه، وازاي بتعمل بروتينات، وازاي بتترجم جوه الخلية كل بروتين بكل نوع، والامينو اسيد سيكونس اللي موجودة فيها. طب الامراض اللي بتبقى موجودة بتبقى عاملة ازاي؟ البروتينات دي ازاي بيصوروها؟ البروتينات بتتصور ازاي؟ بيدرسوها في الشكل 3D بتاعها، بناخد الفورمز بتاعتها. يعني كنا بناخد كمية معلومات في البروتينز مش قليلة خالص. وده كان كورس او 2 او 3، احنا متخصصين بقى في الكلام ده. طبعا درسنا برضو ليبيدز. انا فاكر مادة الليبيدز دي كويس جدا، كانت من اتقل المواد اللي انا درستها في البايوكيمستري يعني. فالليبيدز كانت عندنا كبيرة قوي، وانواع صناعات وانواع كتيرة جدا. الليبيدز دي كانت بتخش في صناعات كتيرة جدا، وكل نوع دهن بحاجته، يعني شغلانة كبيرة، او كل حاجة بمرضها. اوعى تكون فاكر ان الدهون يعني والكلام من ده هو ده البعبع يعني اللي احنا بنشوفه على اجسامنا. لا، الموضوع اكبر من كده بكتير. وطبعا هو اي حاجة انت بتدرسها حط في دماغك ان هي معاها كيمياء. يعني انت بتدرسها من وجهة نظر الكيمستري بتاعتها عاملة ازاي، وده اللي بيتقل الدراسة صعوبة. انت بتحس ان الدراسة صعبة جدا بسبب ان انت يعني انت مش بتدرس المادة بس، لا انت بتدرسها من وجهة نظر الكيمستري، وساعات في بعض الاحيان كان بيخش مع الفيزيكس كمان. فطبعا الموضوع كان بيبقى بالنسبة لنا صعب جدا. كمان انا اخدت سنتين لان الدكاترة كانوا مهتمين اوي في الدفعة بتاعتنا في الموضوع دوت على النيوكليك اسيد بكل انواعه بقى، الدي ان ايه والار ان ايه والمايكرو ار ان ايه. ايوه في انواع من الار ان ايه غير اللي انت درستها، غير الترانسفير والماسنجر والرايبوزومال، في انواع تانية كتير جدا، وايبيجيناتكس ومش ايبيجيناتكس وسانجر ميثود ومش عارفه ايه والجهاز دوت الفوتومتر ده شغال ازاي، والجيل الكتروفوريسز ومش الكتروفوري. يعني درسنا كمية حاجات في الدي ان ايه وبعمق في الدي ان ايه قوي، من اول النيوكليوتايد سيكونس لحد ان انت تبقى خبير واقف بتمسح عينة في مكان وقعت جريمة، وبترفع بصمات يعني انت شاطر.
انت خلاص واحد خريج، كمان كام شهر انت هتبقى واقف في مجال سوق العمل، وخلاص انت راجل نازل على الشغل على طول. مش الناس دي ما كانتش بتهزر. ده غير طبعا الانزيمز برضو من ضمن الحاجات اللي كانت مرعبة بالنسبة لنا، علم الانزيمولوجي ده، لان اغلب جسمنا شغال بانزيمز، لان هو السوبر هيرو بتاع الخلية بالنسبة لاي رياكشن بيحصل جوه جسم الخلية محتاج كاتاليست. فهو الكاتاليست اللي موجود، الباي كاتاليست اللي موجود عندنا هو الانزيمز. فطبعا كان مهم جدا ان احنا ندرس انزيمولوجي، ودرسنا مايكرو، درسنا فيرولوجي، درسنا حاجات كتير قوي. البايوتكنولوجي بقى يا معلم، علشان انا كده اديت البايوكيمستري حقها مش قوي برضو، لان انا قلت ان انا هتكلم في فيديو لوحده عنها، ولكن خلينا اخش على البايوتكنولوجي بكل بساطة. تعال نشوف كده. البايوتكنولوجي هو علم تطبيقي بيعتمد على استخدام الكائنات الدقيقة في التصنيع والتقنية. مش انت يا معلم عندك كائنات حية؟ طب تعالى بقى ناخد الكائنات الحية دي ونطلعها في منتج. يعني مثلا انا افتكر من فترة ان كان في مشروع كنت حابب ان انا ادخل نفسي فيه وبتاع. فالمشروع دوت شغالين عليه وخلاص وقشطة ومية فل وعشرة. طب هتتحل ازاي المشكلة دي؟ والله هتتحل يا جماعة ان في كائن فلاني، الكائن دوت نوع من انواع البكتيريا، وهي اللي هتحل لنا المشكلة دي، دون الدخول في التفاصيل ايه المشكلة دي. اهو الكلمتين اللي انا قلتهم ده حل مشكلة بأرقام فلكية. كان المصنع بيخسر كمية فلوس بسبب المشكلة البسيطة دي، بمعلومة بتلاتة تعريفة. أي عيل معدي من قدام كلية علوم هيسمعها مرمية من شباك محاضرة من المحاضرات، حلت لهم المشكلة. من بقى طبعا السكارومايسيس سيرفيسي اللي هي الخميرة وكل أنواع الخمائر اللي موجودة في السوق. بالنسبة للكيتس الحاجات بتاعة المناعة والحاجات بتاعة السرطان. انا بقول الحاجات دي اللي هي الانتي بوديز وشغل الانتي بوديز، وازاي بنطلع برودكت من الكائن الحي. خلي بالك من الموضوع ده. فانا عشان اطلع برودكت من الكائن الحي محتاج ان انا اكون درسته، فبرجع لبتوع البايوكيمستري. فهو البايوكيمستري اشمل جوه منه البايوتكنولوجي، ولكن البايوتكنولوجي هم متخصصين في ان هم يطلعوا لك برودكت. يعني مثلا عشان اديك مثال عشان تقدر تفهمني بصورة بسيطة، علشان ما كنتش بخاطب ناس وتقلب الفيديو هم مش فاهمين انا بتكلم في ايه. زي مثلا في السوق مضادات حيوية باشكال مختلفة كتير جدا. فانت المضاد الحيوي ده جاي منين يا معلم؟ جاي من كائن حي. الكائن الحي ده بتوع البايوتكنولوجي بياخدوه بيعدلوه وراثيا، فبيحتاج ان هو يدرس inheritance، ومحتاج ان هو اللي هي الوراثه، ومحتاج يدرس genetic engineering اللي هي الهندسه الوراثيه. فبخلال الدراسات ديت بيبتدي ان هو يمسك الكائن دوت ويعدل فيه وراثيا، فبيقدر يطلع لك الانتي بايوتيك او الانتي بوديز اللي انت بتستخدمها في المضاد الحيوي ده. فهو قدر ان هو يحصل لك على منتج اللي هو الانتي بايوتيك، ويطلعه لك في ايدك ويقول لك خد يا معلم ده بيتباع في السوق. فعلشان نعمل الحركه البسيطه دي بتوع البايوتكنولوجي هنا بقى يجي يخشوا يتدخلوا يعني. زي مثلا اديك مثال من ضمن الامثله. مثلا يعني واحد عايز يعمل خل مثلا، خل عارفين الخل؟ فالخل الخل العادي اللي هو بتاع البيوت دوت. فالخل دوت بنحتاج ان احنا نجيب مثلا لو انا عايز اعمل خل تفاح، محتاج ان انا اجيب التفاح واقطعه بطريقه معينه، وابتدي ان انا احط له نوع من انواع البكتيريا او الكائنات بتاعه الميكروبيولوجي اللي هتعمل اسيدك فيرمنتيشن، فهتبتدي ان هي تطلع لي الكهوليك فيرمنتيشن. هي حاجه من انواع الفيرمنتيشن والله مش فاكر. ففي الاخر بيطلع لك اسيتيك اسيد. فبتبتدي ان انت عمال احاول افتكر مش فاكرها. فبتبتدي ان انت تطلع اسيتيك اسيد وقشطه ماشي، وبتبتدي ان انت تطلع المنتج دوت تبيعه في السوق. فده منتج اتباع في السوق. طبعا انت هتيجي تقول لي يعني لو انا هخش البايو كيمستري البايو تكنولوجي عشان في الاخر ابيع خل ومش لا، ما تبقاش ساذج بالتفكير بالطريقه دي. هو مثلا لو جينا مثلا اتكلمنا على الخمائر، انت عندك مفيش غير هو نوع خميره واحد بس بيتباع في مصر، واغلب الخمائر الموجوده والناس اللي عندهم فران او يعرف حد وينزل يسال حد بتاع فرن يقول لك لا الخميره انجل دي جايه لنا من الصين مش مصري يعني. فاحنا ما عندناش مصانع هنا في مصر مثلا، فمحتاجه حد يمد ايده في الحاجات اللي زي دي. وفي حد شاطر جدا انا امل ان هو يكون فاضي واقدر ان انا اصور معاه
بعد ما خلص البايوتكنولوجي هو دلوقتي عنده شركته بيصنع الآلات والمكن بتاع المصانع اللي بيستخدموا فيه الفرمنتيشن والفرمنتور والحاجات دي. فهو دراسة قوية جدا بايوتكنولوجي وشغل كتير جدا ومربح. فهم بيعتمدوا اكتر على الاندستريال بايوتكنولوجي، وطبعا بيدرسوا immunology ده كده كده. فخليني كده اقارن الفرق ما بين الاتنين، البايوكيمستري والبايوتكنولوجي. بالنسبه للمواد، البايوكيمستري نظري اكتر واغلب الوقت بيبقى فيه معلومات كتيره جدا 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 بلس التحاليل. اما بالنسبه للبايوتكنولوجي هو بيبقى عملي تطبيقي بشكل اكبر من اللي انت كنت متخيله. فعلشان تاخد لقب اخصائي تحاليل طبية وتشتغل في مثلا معامل التغذية او تبقى اخصائي تغذية علاجية، خش بايوكيمستري، ابعد بعيد عن البايوتكنولوجي. لو انت حابب المجال بتاع المصانع وكده يبقى خش بايوتكنولوجي، اهرب من البايوكيمستري لان البايوكيمستري اعلى. خلي بالك من النقطة دي، البايوكيمستري اعلى. الفوكس، البايوكيمستري بيهتم جدا بجسم الانسان والميكانيزمات الحيوية، اما بالنسبة للبايوتكنولوجي الجينات وتصنيع الادوية والهندسة الوراثية والكلام ده كله. البرامج البايوكيمستري يعني من الصعب ان انت، مش هقول من الصعب لان برضو في ناس عندها افكار كتيرة جدا ومش هأيد لك فكرك، ولكن اللي بيدرس في البايوكيمستري محتاج يكون شاطر قوي علشان يقدر يقول لك انا من ده هجيب فلوس. البايوتكنولوجي المفروض ان هم اسهل ناس يجيبوا فلوس من بتوع البايوكيمستري، ولكن بتوع البايوكيمستري جدعان وشطار، برضه بتاع البايوتكنولوجي جدعان وشطار بيعرفوا يكسبوا فلوس كويس جدا. التدريب في المعامل ومستشفيات ومعامل البحوث ده بالنسبة للبايوكيمستري. البايوتكنولوجي مصانع أدوية، بحوث زراعية، والفود تكنولوجي. والفود تكنولوجي بحر فلوس، أنا أعرف ناس مالتي مليارديرات من ورا الموضوع دوت، وربنا يرزق الجميع في الأول في الآخر، هي بتبقى شطارة من الشخص. فرص العمل، البايوكيمستري هقولك على فرص العمل اللي انت محتاجها: التحاليل الطبية ومعامل الأبحاث وشركات الأدوية إذا كان QC أو QA اللي هي Quality Control أو Quality Assurance، محاضر جامعي أو مدرس بيولوجي، نيوتريشن وكلينيكال دايجنوستكس اللي هي التغذية والتغذية العلاجية واللازم منه. وبتبتدي ان انت تفتح لنفسك مجالات كتيرة جدا من وراء البايوكيمستري. البايوتكنولوجي شركات التصنيع بتاعة الأدوية خصوصا قسم الأبحاث فيها، او الميكروبيولوجي، الهندسه الوراثيه اللي حلو الوراثيه دي الهندسه الوراثيه، زراعه الانسجه اللي هي التيشو كالتشرنج، الفاكسين برودكشن، شركات الاغذيه اللي هي فود بايوتكنولوجي، بايو انفورماتكس، الاي اي في البيولوجي برضو هم تبعهم، ده الجاي على فكره بعد كده بالنسبه لهم. العمل في شركات عالميه بمجال الجينات، اذا طبعا دلوقتي كريسبر خارب الدنيا عندهم، و23 اند مي دوت برضو مشهور قوي، اللي هيخش بايوتكنولوجي هيفهم الكلام دوت هناك. في برضو نقطة مهمة جدا كنت كاتبها، ان البايوتكنولوجي بيطلب مهارات تكميلية زي برمجة بسيطة وداتا اناليسز. يعني اوعى تكون فاكر ان انت هتخش بايوتكنولوجي هتعتمد على اللي انت تدرسه بس، لا، انت محتاج تكون شخص عندك مهارة في تحليل البيانات واستخدام الكمبيوتر اكتر من بتاع البايوكيمستري. مش بيحتاج كده لان البايوكيمستري بيعتمد اكتر على ذكائه وبيعتمد على الهاندلنج بتاعه، ان هو بيظبط الامكانيات بتاعه شغله اكتر كشغل كيمياء يعني. مجالات الدراسة، البايوكيمستري انت ممكن تعمل بعد ما تخلص تاخد البكالوريوس، ممكن تعمل ماجستير في التحاليل زي ما انا عملت، او في الكيمياء الحيوية ممكن تعمل ماجستير. ممكن تشتغل في الكلينيكال بايوكيمستري او نيوتريشن او الفارماكولوجي، لينا برضو حاجات في شغل الصيدلة وبنشتغل معاهم كتير جدا. البايوتكنولوجي ليك ان انت تعمل ماجستير في الهندسه الوراثيه او البايوتكنولوجي عموما، ماجستير في البايوتكنولوجيز نفسها. ممكن تشتغل في الميديكال بايوتكنولوجي في المستشفيات، والبايو انفورماتكس والفارماسيوتيكال بايوتكنولوجي. ولكن انا ما رجحش البايو انفورماتكس لان البايو انفورماتكس في مصر ملهوش شغل. بره مصر انت راجل باشا، انت راجل باشا وانا عارف هي بتتلعب ازاي بره مصر، ولكن ما اقدرش اتكلم في حاجه زي كده لان هي ليها علاقه بالصهيونه والكلام من ده، ومش بحب اتكلم في السياسه. مين انسب ليك؟ يعني هقول لك على شويه معلومات كده عشان تقدر انت تبقى عارف. انا فلترت، لو بتحب الجسم البشري والامراض والادويه خش بايوكيمستري،
لو بتحب الجينات والكائنات الدقيقة والتطبيقات والكلام من ده، خش البايوتكنولوجي. لو مش بتحب الابليكيشن والشغل بتاع المصانع وحاسس نفسك او حاسه نفسك ان انت مش هتعرفي تخشي مصنع، لا اهرب من البايوتكنولوجي وخش وش بايوكيمستري. لو عندك فضول في التكنولوجي والنيو ايرا بتاع ايه اللي هيحصل في المنتجات ديت كمان 15 سنة والكلام من ده، خش باي تكنولوجي. لان هما بيبقى كفود اندستري، هما بيبقى عندهم الطريقة او التفكير ان احنا كمان كام سنة هنعمل ايه في المنتجات بتاعتنا، هل الناس هتبقى عندها اقبال ولا لا. بنعدل، وكلنا شفنا الكلام ده. مثلا شركة دومتي من قيمة كام سنة، مش من بعيد يعني، فجأة طلعت لنا باختراع السندوتش اللي هو بتاع الجبنة ده. فاوعى تكون فاكر ان انت اختراع السندوتش بتاع الجبنة دوت هو طلع بين يوم وليلة، لا ده كان فيه قبل منه دراسات وابحاث بتوع البايوتكنولوجي هم اللي عاملينها. اوكي، هديك كام نصيحة برضو. اقرا خطة كل برنامج، ده اللي عليك، ان انت محتاج ان انت تخش تدور يعني ايه السيلابس اللي موجود في البايوكيمستري، ايه السيلابس اللي موجود في البايوتكنولوجي، ومين امتع بالنسبه لك ومين هتعرف تأدي فيه وتجيب درجات احسن. لان حته الدرجات دي انا كنت هعملها وانا في الجامعه وتعبت جدا جدا جدا. يعني ما عرفتش امشي في الكليه بدرجات حلوه، لان الدراسه كانت صعبه، وانا كنت بشتغل في نفس الوقت. كنت يعني يعني في الكليه كان عندي كذا حاجه تاني شغله تفكيري، ف على شوية شقاوة بقى، شوية شقاوة شباب وكده. ف فطبعا ايه يعني، كانت الدراسة صعبة، كانت الدراسة صعبة جدا يعني. اوكي، محتاج ان انت تبقى مهتم جدا بحتة الدرجات. يعني انت محتاج تكون خارج من الكلية بتقدير عالي جدا علشان تقدر تتعين. ودي فرصة ضاعت مني وبضرب نفسي 100 جزمة عليها، ولكن محدش بياخد اكتر من نصيبه. باي ذا واي، انا كنت متخرج من الكلية بجيد جدا او جيد مرتفع، بس محدش يفتكر ان انا كنت ساقط ولا حاجة. اسأل خريجين من كل قسم. انا كباي كيمستري هتكلم في فيديو لوحده عن الباي كيمستري ده، انا وعدت بالموضوع ده. فكر في ميولك مش بس في الشغل. دي نقطة مهمة جدا. طبعا انت حابب تشتغل فين؟ هل انت حابب تشتغل في مصنع تروح تشتغل من الساعة 6 الصبح؟ وانا برضو كان عندي خبرة ان انا اشتغلت في مصنع قبل كده، فهحكي لكم ايه اللي حصل معايا في الشغل بتاع المصنع، وايه اللي خلاني ان انا شفت بعد ما اتخرجت على طول، وان انا نقلت ابقى مدرس. والموضوع مشي معايا ازاي؟ هل جت صدفة، ولا كان في ترتيب، ولا كان في بلان، ولا كان في خطة انا ماشي عليها معينة، ولا تدبير ربنا في حياتي، ولا يعني في حاجات كتير جدا حابب ان انا اوضحها ما بين السطور. ولكن خليني ان انا ارجع تاني النقطة بتاعتي. حط ببالك الدراسات العليا او السفر، لان في مصر علوم متاكل حقها. وفي فيديو كان نفسي ان انا اعمله من 6 سنين لما كنت انا في الجامعة مع دكتور من ضمن الدكاترة. ليه كلية العلوم مهدور حقها في مصر؟ ولكن ده مخطط من زمان قوي، علشان كلية العلوم اذا املاها قومة مش هيبقى فيه وجود لدول كتيرة جدا. خصوصا ان التعليم في مصر لو امله قومة برضو ناس كتير هتزعل مننا في دول كتيرة جدا. لان الشعب المصري بطبيعته مش هقولك ذكي، ولكن هو الذكاء اللي عنده خارق لدرجة ان العالم كله بيترعب منه. وفي مخطط اصلا شغال على الدولة بتاعتنا ان الطلبة ما تتعلمش، والتعليم يبقى فاسد فيها. والموضوع دوت بقى ملحوظ اخر 5 سنين، وبرضه هتكلم فيه لوحده. طيب ده كده باختصار شديد الحاجات اللي انا كنت عايز اتكلم فيها في ايه الفرق ما بين البايوكيمستري والبايوتكنولوجي. اتمنى ان تكون الفيديو دوت عجبك، وهنزل فيديوهات تانية زي ما عودتكم هتكلم فيها عن كل قسم لوحده، وهختص بالذكر في البايوكيمستري ودراسة البايوكيمستري. وهبتدي ان انا اشوف حد من الزملاء اللي يجي يكلمنا عن باقي الكليات ان شاء الله خلال الفترة الجاية. طبعا انا حابب انكم الدعم واللايك والشير بالنسبة للفيديوهات اللي زي ديت، علشان يكون عندي تحفيز. لان انا لما بشوف حد مهتم بالكونتنت الحاجات اللي زي دي، وده مطلوب جدا ان حد يطلع يكلمنا، خصوصا لو هو حد ايده في الفيلد. يعني انا اوريدي مدرس، فانا بحكي لك وبحكي لك ايه اللي انت هتعمله بعد
الثانويه العامه، فما يعني ما تستكترش ان انت تبعت الفيديو دوت لحد من زميلك. خد اتفرج، اسمع، شوف، خد معلومه، يعني خد مني معلومه واشتريها، هتحتاجها في يوم من الايام باذن ربنا. ومعاكم دكتور ارسنال الكرم، مدرس ماده البيولوجي. شكرا.